4 يناير. قد تكون الحياة عصيبة في بعض الأحيان، ولكن مقاومة الألم تستحق المحاولة، ومعاينة جميع أنواع المشاعر أفضل من عدم الشعور بأي منها. فكرت في هذا الاقتباس عندما كنت في جنازة والدي، وهو ما جعلني أحتمل هذه التجربة المؤلمة. لقد كانت تجتاحني مشاعر عاصفة. في الماضي كنت ألجأ إلى الإدمان أو العزلة أو أي شيء آخر يجنبني الشعور بالألم، والناس عادة ما يلجؤون إلى المخدرات من أجل تسكين آلامهم، ولكن الشجاعة أن تعبر النار المستعرة بعينين مفتوحتين. وبدلاً من تسكين آلامي بالمخدرات، استسلمت لجميع المشاعر التي انتابتني في تلك التجربة. كانت هذه واحدة من أصعب لحظات حياتي، ولكن ساعدني الشعور بالحزن واليأس على التخلي عن تقديس الحياة، وهو الأمر الذي ساعدني على الشفاء بطريقة صحية وصادقة. الهدف: اترك نفسك لتشعر بالمشاعر التي تتجنبها، اطلب أصدقائك وتقبل الحقيقة بأنك تكون ضعيفاً في بعض الأحيان، وشاركهم ما تشعر به. من كتاب ابقى قوياً: 365 يوماً في السنة، لديمي لوفاتو.